السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الريفلكسولوجي. بنقدم تحية لكل البشر في كل مكان في أنحاء العالم. النهاردة إن شاء الله هنعمل جلسة تطبيقية زي ما اتعلمنا في الحلقات اللي فاتت، إزاي إن أهيئ الجو المناسب لعمل جلسة الريفلكسولوجي. النهارده ان شاء الله هنتعامل مع الحاله ونشوف مع بعض احنا بنشتغل ازاي بالظبط. فحضراتكم هتشوفوا وتتابعوا معايا من غير ما اتكلم مع البيشنت، ونبدا نشوف يعني محاضره عمليه تطبيقيه لعلم الريفلكسولوجي مع سعد المصري. لو في اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار اتصل بيا على 012 36 90 535 او اي حاله مرضيه ممكن تروح لها في فندق او في البيت او في اي مكان، احنا مساعدين ان شاء الله في خدمتكم. التواصل عن طريق الايميل sacad_online@yahoo.com. نبدا دلوقتي مع بعض الجلسه. نشوف مع بعض. بستخدم الزيت بتاعي احاول ان اوزع الزيت بشكل متساوي على القدم ما بين الاصابع. بشتغل على الضفيرة الشمسية عشان أحقق أكبر قدر من الاسترخاء. قرب معايا شوية. اشتغل على العمود الفقري. مهم جدا نركز عشان عندي هنا في آلام في العمود الفقري.
البيشنت بيحس بدرجة التواصل والرسائل الموجودة اللي بتصل إلى المخ، فبيفرز مادة اسمها الإدرينالين والإندروفين ليسكن مكان الألم. الشغل طبعا في الراس، العنق، تحس ان في تيولز تحت بتحاول تفتت هذه الرواسب او الترسبات الموجودة اللي ممكن بيديك انعكاسات ان في مشكلة في اي غدة من الغدد، سواء كانت الغدة الكظرية. نحاول النشط في مكان الأسنان والجيوب الأنفية. شغل عن الرئة اليسرى وهنا الكتف. وبالطريقة دي احنا بننشط الغدد الليمفاوية ورفع كفاءة جهاز المناعة.